يقول المنتخب المغربي. انا اعتقد المنتخب المغربي هكا العلم شي يقول خويا. الكيب الافريقيه اللي مشات للدومي فينال نتاع كاس عالم وواجهت وهزمت فرق يعني كذا تيوريكمون وي هذاك يكون المغرب ان شاء الله كلنا فينال تونس والمغرب وباش تربحنا المغرب تيلين نعاودوا ضربه كيما جزيري زياد وكذا نعاودوا يا سيدي يعطيك الصحه برينا بسايس فرحان برشا بوجودك معنا يجي طول بحثنا مش معناتها جيتنا اليوم معناتها ثم 5 جماعات اخرين ماكش تجي معنا ان شاء الله نجيو ونحتفلوا بانتصارات ان شاء الله الكل يغالي هو في الصداره يعني ما هو في الصداره باهي يا سيدي يعطيكم الصحه روح رياضيه بارك الله فيك لعلي اغريب انه يجيب معنا بحث كل يوم ان شاء الله والله ان شاء الله فصل صغير باش ناخذوا اخر اخبار بسرعه اخر اخبار منتخباتنا بعد الفصل. ليه المسابقه هذه من اصعب المسابقات يظهر لي اللي موجوده في كاس افريقيا. تعرف علاش؟ لانه الترشيحات نجم تعطيك 6 فرق 7 فرق ينجموا يهزوا التتر. اليوم انت كي تحكي على الجزائر اللي هو هذا 2019 ماشي ب 12 ملاعب اللي يهزوا 2019 المغرب ماشي ب 17 ملاعب اللي عمل الفينال نتاع الكوب دي موند. السنغال ماشيه كامله مالي ماشيه كامله نيجيريا ماشيه كامله الترشيحات العاديه الكاميرون وغانا وصاحب الارض باش تلقى عندك زيدهم مصر زيدهم تونس تلقى روحك ترشح في 8 الى 10 فرق كي تنقص تلقى روحك ترشح في 6 فرق بالفم والملاك. هذاك علاش قلت لك كاس نكمل معك برهان بسايس ترشيحاتك لكاس افريقيا. شكون تتوقع المنتخب اللي باش يهز الكان هذا؟ شكون اكثر منتخب حاضر؟ العلم مش يقول هو العلم الغيب العلم والارقام حسب المرقص الشعب الباقي. شكون المنتخب المغربي في المجموعه هذه بعد المونديال بعد الكلام الكبير اللي اتقال هل سيجد نفسه في طريق مفتوح في البول هذه والا سيجد عدد من الصعوبات؟ طريق مفتوح ما فما حتى فريق في طريق مفتوح لانه المنتخبات اللي تلعب في الكاس الافريقيه هذه تحسنت برشا ورينا حتى المباريات الوديه وداير المغرب تلعب تو مع سيراليوني في منتخب المغرب منتخب سيراليوني مباراه وديه حاليا معناها تو بدا الماتش عنده ربع ساعه. حبيت نقول لي ماهيش سهله معناها المجموعه كما يتصور البعض. تنزانيا صحيح فهمتني ما عندهاش تاريخ كبير ما ربحتش مباريات من قبل في الكان لكن منتخب الكونغو ديمقراطية منتخب معناها فهمتني عنده برشا معناها فهمتي تاريخ وايضا منتخب زامبيا اللي هو بجينيراسيون جديده. ما نساوش اللي كونه اليوم المغرب مطالبه باش تكونفيرمي رابع العالم معناها اللي وصلت له في النصف النهائي نتاع كاس العالم. المجموعه كما حكينا عليها الناس كل عديد المرات هي مجموعه متكامله مجموعه في عديد اللاعبين المخضرمين واللي شاركوا في كاس العالم الاخيره بالاضافه الى لاعبين جايين من فريق الشباب معناها مش باش نرجعوا نحكيوا على اسامي الكل الاسامي اللي عملت صولات وجولات في قطر بونو زياش بوفال نصيري مرابط وناحي بوفال ملاح هذوما هما معناها يمين عدلي اللي نعزيوه بالمناسبه وفات والدته ربي يرحمها ورجع مع المنتخب عنده عديد الحلول خاصه على مستوى الهجوم وعلى مستوى وسط الميدان يقعد من بعد فهمتني ولا على مستوى الدفاع فما عديد اسامي جديده. السايس موجود لكن فما برشا اسامي جديده جايين من المنتخب الشبان. المنتخب المغربي مش يلعب مبارياته معناها فهمتني ولا بكل حذر. راجي داير حتى في تصريحه سوا ديزان ما حدش المنتخب المغربي من بين المرشحين للفوز باللقب لانه كلهم قالوا ما نجم من المرشحين هو جمال بالماضي كل يلعبوا في الجيم لكن كل المرشحين وكل النقاد الرياضيين يراوا اللي المغرب على نفس الوتيره وعلى نفس معناها فهمتني الحظوظ. كل منتخب سنغالي يراو فيهم هما الزوز اللي قادرين معناها اكثر منتخبات معناها تنطلق بحظوظ وافره للتتويج. لو يخرج المنتخب المغربي على راس المجموعه باش يقعد يلعب في نفس في ساو بيدرو وينجم معناها يوصل بعيد لانه منتخب عنده العديد من العناصر الفرديه وعنده ايضا روح المجموعه وعنده لاعبين على مستوى عالي ونتصور المره هذه المنتخب المغربي عودنا في ليزيديسيون الفارطه خرج ضد مصر ضربات جزاء 1-2 بلوتو في البرولونجاسيون لكن عودنا لكونه فما برشا خيبات في الكان فمني قبل معناها المنتخب المغربي ماهوش منتخب منتظم في مشاركاته. صاروا برشا مشاكل ما بين اللاعبين ينشطوا لبرا وما بين اللاعبين ينشطوا في المغرب وتعالت الاصوات والاقاويل اللي فما برشا لاعبين ما يحبوش يجيوا وكانوا يخرجوا حتى من الدور الاول كي كانوا يترشحوا زوز برك فهمتني. لكن توا تحس لي وليد الركراكي حط تيمبو حط معناها لحمه كبيره فهمتني حط اوبجيكتيف على خاطر التاكيد المغرب مشيت خسرت ضد جنوب افريقيا في تصفيات من بعد 2-1 بعد ما
ما عملت الانجاز التاريخي من بعد ربحت البرازيل وراجعت توا معناها بقوه. نتصور المنتخب المغربي باش يكون له باع وذراع في كاس افريقيا هذه وعنده كل مقاومات نجاح. هو لحد الان في 18 دقيقه لعب منتخب المغرب متعادل مع سيراليون 0-0. نعيم اساسي بعد الحضور بالنسبه للمنتخب المغربي في المونديال، بعد البريستاسيون الكبيره، بعد الاداء الكبير، والصراحه شرف كبير كان العرب بالنسبه لنا حضور المنتخب المغربي في المونديال الاخير. هذا يزيد يحمل نوعا ما مسؤوليه كبيره لوليد الركراكي، معناها غير مسموح بتاتر لانه العباد ولا تحكي شنو تحدث انه اليوم المغرب في طريق مفتوح نحو الفوز باللقب، مش باش تعدى انه الدور الاول. نوعيه ضغط هذا قادره باش تاثر على المنتخب المغربي والا لا؟ ضغط ما نجموش نقولوا ضغط، لانه اغلبيه اللاعبين هم محترفين، يعني ناس تلعب في اعتى البطولات الاوروبيه تقريبا. المنتخب المغربي هو اكثر منتخب عنده لاعبين في البطولات الخمس الكبرى، يعني 15 لاعب مش بشويه. اكثر ثاني معناها فريق منتخب من الناحيه التسويقيه، لاعبين يعرفوا شو معناها منتخب، خاصه بعد الكوب دي موند ولات عندهم لحمه. كان يقول صادق انه قبل كان فما بروبليم دو ستار المره هذه في المغرب هو ركراكي، لانه هو اللي وضع حجر الاساس للمنتخب هذا. بعدها ليلوزيتش اللي خرج ما كانش يعرف يسيطر على الجروب، لكن خاطر الجروب في المغرب جروب من الهولنديين معناها والبلجيكيا مع بعضهم والفرنسيس اللي يلعبوا في فرنسا مع بعضهم وكذلك اللي يلعبوا في المغرب، لكن عمل توليفه مزيانه وزادت تخلقت في الكوب دي موند بعد الرابع عالميا. مش بالسهل انك وحتى حد انا بالنسبه لي انا بعد المغرب افريقيا ممكن شويه، لكن مش ينجم يعمل اللي عملته المغرب في قطر. يظهر لي بالنسبه لي انا اكثر منتخب مرشح للبطوله الافريقيه هذه، وباش يكون المنتخب المغربي باكثر حظوظ على غير العاده، لان كنا ديما نرشحوه مرشح ينال اللقب. بالنسبه لي انا اكثر مرشح، يعني شوف كوت ديفوار نيجيريا، شوف بالنظر للاسامي راهو ركراكي عنده منتخب وعنده منتخب اخر، والاسامي اللي عنده في ال11 تقريبا بنفس الكاليتي اللي عنده في العلم والارقام. الشعب الباقي شكون اللي خرج من قارته وعمل اكسبلوار قارته؟ هو المنتخب المغربي. انا اعتقد المنتخب المغربي هكا العلم شي يقول خويا. الكيب الافريقيه اللي مشات للدومي فينال نتاع كاس عالم وواجهت وهزمت فرق يعني كذا تيوريكمون وي هذاك يكون المغرب ان شاء الله كلنا فينال تونس والمغرب وباش تربحنا المغرب تيلين نعاودوا ضربه كيما جزيرة زياد وكذا ونعاودوا يا سيدي يعطيك الصحه بورينا بسايس. فرحان برشا بوجودك معنا. يجي طول بحثنا مش معناتها جيتنا اليوم، معناتها ثم 5 جماعات اخرين ماكش تجي معنا ان شاء الله نجي ونحتفلوا بانتصارات ان شاء الله. بعد انتصارات بحثنا اسمع لي توانسه في حاجه الفرحه، راهو بجد والله في حاجه الفرحه وفي حاجه